عرفت مصر السينما في نهاية القرن التاسع عشر، وكان أول عرض سينمائي يقام في الإسكندرية سنة 1896، وبعد أشهر قليلة من أول عرض سينمائي في العالم. وعلى الرغم من هذا الدخول المبكر، فإن أول فيلم مصري لم ير النور إلا في عشرينيات القرن الماضي، وبالتحديد في يوم 16 من نوفمبر سنة 1927 ميلادية. كان هذا الفيلم بعنوان ليلى، وتعد الفنانة عزيزة أمير هي بطلة الفيلم ومنتجته، وكانت صاحبة الفكرة والطموح. ويعد الفيلم أول عمل روائي طويل ينتج بأياد مصرية خالصة، دون تدخل أجنبي في عناصر الإنتاج أو الإخراج، وهو ما يجعله علامة فارقة في تاريخ السينما المصرية. وصلت تكاليف إنتاج فيلم ليلى إلى نحو 1000 جنيه مصري، وهو مبلغ كبير بمقاييس تلك الفترة. ولكن لم تكن الصعوبات المالية وحدها هي العقبة، بل واجه الفيلم أيضا اعتراضا من الرقابة السينمائية، التي قامت بحذف مشهد تظهر فيه طبلية تجلس حولها الأسرة لتناول الطعام. وقد اعتبرت الرقابة أن هذا المشهد لا يليق بالصورة الحضارية التي يجب أن تظهر بها الأسرة المصرية على الشاشة، خصوصا في أولى تجارب السينما الوطنية، إذ كان هناك رغبة في تصدير صورة تبدو أكثر رقيا أو تمدنا ولو كانت مصطنعة. واجهت عزيزة أمير صعوبة شديدة في عرض الفيلم، حيث لم تقبل أي سينما على استضافته في البداية. لذلك قررت أن تستأجر بنفسها سينما متروبول من مالكها اليهودي موسيري لمدة أسبوع كامل مقابل 300 جنيه، حتى تضمن عرض الفيلم للجمهور. وهكذا، وبجهود ذاتية وشجاعة نادرة، تم عرض أول فيلم مصري، ليبدأ بعده مشوار طويل للسينما المصرية، التي أصبحت فيما بعد واحدة من أكبر وأهم الصناعات الفنية في المنطقة، ويطلق عليها هوليود الشرق.